سلام غزالات. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بسيطلات صغار بالعجينه السحريه ديال المسمن وبحشوه اللي تجي خطيره في المذاق. ما تحتاجوا ليها لا لحوم ولا سمك. وندوزو العجينه اللي غادي نحتاجو لها نص كيلو ديال الدقيق، مليحه، صفار بيضه، معلقه صغيره ديال العسل. غادي نجمع العجينه ديالي غير بالماء بارد، ندلكها، من بعد ندخل فيها معلقه ديال الزيت. غادي ندير العجينه ديالي نوضعها في بلاصتيكا ونخليها ترتاح. هنا من بعد ما ارتاحت ليا العجينه كيف ما شفتوا راه تجي مطاطيه، غادي نقسمها على 4 ديال القطع. كل قطعه غادي نشكلها ونحطها ترتاح المره الثانيه. من بعد غادي ناخذ العجينه ديالي نقرصها، راه تتكون ساهله تقراص، ما تتقطع معايا ما حتى شي حاجه. غادي نقرصها حتى تولي عندي رقيقه، ندهنها بالزيت ونشكلها على شكل مسمنه ونحطها ترتاح. هنايا ما نستعملوش الزبده نهائيا، لانه الا استعملنا الزبده البسيطلات ديالي من بعد غادي يطابوا وما تبقاش فيهم ديك القرمشه. من بعد ما ارتاحت ليا العجينه ديالي غادي ندوز نحضر الحشوه اللي احتاجيت ليها. شعريه صينيه، فلتر اسود، لا دان فومي. بالنسبه للعطريه اللي استعملت قزبر ومعدنوس، زيت الزيتون، الحامض، العطريه ديال الحوت، تحميره مدخنه، والثومه بودره. غنستعمل الهريسه وصوص نوا كمام وصوص صوجا. ضروري البنات من صوص نوا كمام، لان هي اللي تعطينا داك لوغو ديال الحوت في البسيطلات ديالنا. بالنسبه للمقادير غادي نخليهم لكم مكتوبين بالتدقيق في صندوق الوصف. غادي نخلط الخليط ديالي كامل ونبدا نحشي به البسيطلات ديالي. غنشكلهم على الطريقه اللي تتشوفوا. بالنسبه للزوائد راه تنحيدهم باش ما تيجينيش لتحت ديال البسطيلات ديالي فيه بزاف ديال العجينه. ونعاود معكم واحده اخرى. هنايا تناخذ البسيطله اللي شكلت في النوبه الاولى وغادي نضبلها بالعجين على الشكل التالي باش تجينا الورقه مضوبله وما تخرج ليناش الحشوه. هنايا استعملت وحدين بلا فرماج وحدين استعملت ليهم الفرماج. كملت الكميه اللي عندي كامله، يعني ما شاء الله خرجت لي كميه كبيره. وحدينا خفيفه ديال الهريسه ضروري. راني ندخل البسيطلات ديالي للفران وهما طيطيبوا حتى يتحمروا ليا من التحت. نبي نحمرهم عاد ندهنهم دهنه خفيفه صفار البيض، من بعد نهبطهم الفران يتحمروا ليا من الفوق. تنجبد مزيان بالفرماج محكوك وريقات ديال المعدنوس والطريفات ديال الحامض. والشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا هو هذا. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم، واللي ما مشتركاش مرحبا بها تشترك معايا. ما تنساش لايك وتفعيل زر الجرس باش يوصلها كل جديد. شكرا على حسن المشاهده.